يا أهلا بيكم في فيديو جديد، ويا أهلا بكل محبي القطط والكلاب. سواء كنتوا بتربوهم في البيت أو بتفكروا تعملوا هدية كروشيه لحد من حبايبكم اللي بيربيهم، أو حتى عاوزين تبتدوا مشروع بسيط وسهل، الفيديو ده معمول مخصوص علشانكم. كلنا متفقين إن ألفنا بيعشق الدفء والراحة وبيعتبر سريره هو مكانه المفضل. بس أكبر مشكلة وأرخم حاجة بتواجهنا إحنا هي غسيل السرير ده. السرير الجاهز العادي بعد فترة بيلم شعره وتراب وممكن ريحته تتغير، ولما نيجي نغسله في الغسالة بياخد مساحة كبيرة، والأسوأ إن الحشوة اللي جواه بتكلكع وتبوظ وبياخد وقت طويل جدا علشان ينشف. علشان كده فكرت في حل عملي ومريح يريحنا من الدوشة دي كلها. قررت أعمل معاكم النهاردة سرير للقطط والكلاب الصغيرة بالكروشيه، بس مش أي سرير. احنا هنعمله بفكرة ذكية جدا. هنعمله عبارة عن كسوة بزراير تتفك وتتغسل وتتركب تاني وكأنها لسه معمولة جديدة بالظبط. الفيديو ده متصمم انه يكون سهل جدا ومناسب للمبتدئين. هنمشي مع بعض خطوة خطوة، وهشرح لكم الفكرة والتكنيك اللي يخليكم تنفذوه لأي مقاس يريحكم، سواء لقطة أو كلب صغير أو حتى كلب كبير لو كبرتوا المقاس. وكمان هنتعلم مع بعض تركتين في منتهى الأهمية. أول واحدة إزاي نعمل عروة الزراير بالكروشيه جوه الشغل نفسه بخطوات بسيطة وبطريقة نظيفة واحترافية. وتاني تركة إزاي نظبط المقاسات علشان كيس القطن يكون مرتاح ومظبوط جوه الكسوة، لا هو مكلكع ومزنوق ولا الكسوة واسعة ومهلهلة عليه. حضروا خيطكم وإبرتكم ويلا بينا. تعالوا بقى لأهم خطوة، إزاي نظبط المقاس على أي مخدة عندنا، سواء مخدة صغيرة لقطة أو سرير كبير لكلب. السر كله في خطوتين. الخطوة الأولى سلسلة البداية. هنجيب المازورة ونقيس عرض المخدة. المقاس اللي هيطلع لنا هو ده طول سلسلة البداية اللي هنشتغلها، بس هنزود على المقاس ده حوالي 2 أو 3 سنتي براحة. ليه؟ علشان الكسوة ما تبقاش ضيقة وتخنق المخدة، ونقدر ندخلها ونطلعها وقت الغسيل بمنتهى السهولة. الخطوة التانية هنرتفع كام سطر. هنقيس بقى طول المخدة نفسها، يعني لو المخدة طولها 50 سنتي، هل هنفضل نشتغل سطور لحد ما نوصل 50 سنتي ونقف؟ لا، احنا هنضرب الرقم ده في 2، يعني هنفضل نرتفع بالسطور لحد ما طول القطعة يوصل 100 سنتي، ويفضل نزودهم ل 102 سنتي مثلا علشان يبقى فيه براح لكيس القطن وما يبقاش مكتوم جوه. انا استخدمت خيط اليس كوتون جولد اللون ده، والكسوة اخدت مني حوالي 5 شلات خيط. استخدمت كمان ابرة مقاس 2. بما ان السرير هياخد مننا مساحة كبيرة وشغل كتير، فانا هشرح لكم التكنيك كله خطوة بخطوة على نموذج مصغر. الميزة في الطريقة دي انها هتخليكم تشوفوا التفاصيل بوضوح قدام الكاميرا، والاهم انها بتديكم الحرية التامة انكم تنفذوا السرير ده لأي مقاس مخدة يناسب ألفكم من غير ما تتقيدوا بعدد غرز معين افرضه عليكم. انا هشتغل السرير ده بغرزة العمود بلفة، اخترتها بالذات لسببين. اولا لانها سريعة جدا وبترمي معانا في الشغل فهتخلصوا السرير في وقت قياسي، وثانيا لانها بتدي سمك وطراوة حلوة للغرزة فهتخلي السرير مريح جدا لألفكم. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنعمل عقدة البداية، وهنشتغل سلسلة عادية جدا بطول المقاس اللي طلع لنا في خطوة قياس العرض. نصيحة للمبتدئين، حاولوا ترخوا ايديكم شوية في سلسلة البداية، بلاش تشدوها قوي علشان الشغل ما يطلعش مقوس من تحت. خلصنا السلسلة، هنبدأ السطر الأول. واحنا
واحنا شغالين في مشكلة شهيرة جدا بتواجه اي حد بيعمل قطعة مستطيلة زي دي، وهي ان الحواف بتطلع معوجة، سطر داخل وسطر طالع، وما بتكونش مستقيمة. السر كله هنا في الغرزة الأخيرة من كل سطر وفي سلاسل ارتفاع. كنت عملت لكم فيديو شورت سريع بشرح فيه التركة دي بالتفصيل، ازاي تطلعوا حواف الكروشيه مستقيمة زي المسطرة. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف علشان تتفرجوا عليه، هيفرق معاكم جدا في الفينش بتاع اي مشروع بتعملوه. ناخد بالنا من بداية ونهاية السطر، وما ننساش سلاسل الارتفاع علشان حواف الكسوة تطلع مظبوطة. هنفضل بقى نرتفع بالسطور بنفس الطريقة دي، ونحافظ على الحواف مستقيمة لحد ما القطعة تطول معانا وتوصل لضعف طول المخدة زي ما حسبناها في الأول. دلوقتي جه وقت عمل العراوي. أنا عملت العراوي في السطر قبل الأخير. طب هنعمل العراوي دي ازاي؟ هنيجي عند المكانين اللي هنركب قصادهم الزرارين ونرتفع 3 سلسلة، ونسيب تحتيهم 3 غرز فاضيين، ونكمل في الغرزة الرابعة عادي لحد ما نخلص السطر. والعروة التانية نفس الحكاية، 3 سلسلة ونسيب مكانهم 3 غرز فاضيين، ونكمل في الغرزة الرابعة ونقفل السطر عادي. المهم ناخد بالنا ان المسافات بين الزرارين مظبوطة، وقد ما هنسيب من اول السطر هنسيب قبل ما ننهيه. نرتفع سطر جديد ونشتغل عادي، ولما نوصل عند السلسلة هنعمل 3 عمود جواها ونكمل السطر عادي. مقاس العروة حسب الوصف اللي فوق ده بيخضع للزراير اللي هتستخدموها. انا عملت 3 سلسلة عروة لان ده كان المقاس المناسب للزراير اللي عندي. دلوقتي المستطيل بتاعنا خلص ووصلنا للطول المطلوب اللي هو ضعف طول المخدة. تعالوا بقى نحوله لكسوة. هنمسك الطرفين ونتنيهم على بعض. اهم حاجة في الخطوة دي اننا نركز ان الحواف تكون متطابقة، غرزة قصاد غرزة، علشان الشغل ما يطلعش مورور او معوج. وانصحكم جدا تستخدموا الماركرز علشان تمسكوا الزوايا مع بعض قبل ما تبدأوا تقفيل. الخطوة دي بتوفر وقت وبتظبط الشغل جدا. دلوقتي احنا محتاجين نقفل جنبين من المربع ده، وهنسيب الجانب اللي فيه العراوي مفتوح علشان ده اللي هنركب فيه الزراير وندخل منه المخدة. علشان نقفل الجوانب عندنا طريقتين، ممكن تخيطوها خياطة عادية بإبرة التنظيف، ودي طريقة سهلة جدا. والطريقة التانية اننا نقفل الجنبين بغرزة المنزلقة باستخدام إبرة الكروشيه نفسها. شوفوا الطريقة اللي تريحكم واعملوها. هنا بقى في تركة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، خصوصا في الأركان والزوايا. كلنا عارفين ان القطط والكلاب الصغيرة بطبيعتهم بيحبوا يخربشوا ويفحروا في السرير قبل ما يناموا، واكتر مكان بيكون ضعيف وعرضة انه يفك او يتقطع مع الخربشة هو الزوايا. علشان كده واحنا بنقفل لما نوصل لأي ركن هنعمل فيه غرزتين في نفس الغرزة مش غرزة واحدة، سواء هتقفلوا الجنبين بغرزة المنزلقة أو خياطة بإبرة التنظيف. الخطوة البسيطة دي بتأمن الزوايا وتدي السرير متانة تضمن إنه يعيش معاكم سنين من غير ما غرزة واحدة تفك. وده الشكل النهائي للسرير بعد ما طبقنا نفس الخطوات على المقاس الكبير. السرير متين وشيك، والأهم إنه عملي جدا. جربوه، ولو استصعبتوا حاجة اكتبوا لي في الكومنتس. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم دايما كل جديد.
واستنوني الفيديو الجاي علشان جايبه لكم فكرة مشروع بسيط وسهل وسريع جدا. اشوفكم دايما على خير. باي باي.